السلام عليكم. هنتابع الفيديوهات اللي هي بتخلي كلبي يبقى احسن كلب، يسمع كلامي ومفيش صفة العند او ما بيسمعش كلامي. اهم حاجة زي ما احنا قلنا، لما تكون انت معاك مدرب او متواصل مع مدرب فني او واحد فني يقول لك ايه الطرق الصحيحة اللي تخلي كلبك يسمع كلامك في المراحل العمرية المختلفة والبيئة والظروف. اول حاجة واهم حاجة والاساسيات المهمة اختيار الكلب. ده مهم جدا، مش اي كلب يناسب بيئتي وشخصيتي وحياتي واسرتي وكل حاجة. لازم اختار الكلب اللي هيناسب وقتي كمواعيد من الشغل، ظروف الاسرة، ظروف الاولاد، ظروف البيت عموما، عشان اقدر اتعامل مع الكلب واخد منه اكبر نتائج فايدة. فالاختيار هنا بيبقى اختيار فني. انا ما اقدرش اقول لك اختار الكلب الكذا كذا كذا، هبقى بتاع كفتة، لاني انا ما اعرفش ظروفك، ولكن انت بتختار بطريقه فنيه. من لما تكون معاك المدرب او تقول له انا عايز ظروفي كذا كذا كذا، هيرشح لك الكلب اللي انت تختاره. طب ايه احسن طريقه لاختيار الكلب؟ احسن طريقه لاختيار الكلب في ظروف بيئته اللي عايش فيها، اذا كان في مزرعه او منتج. يعني تروح تشوف الكلب عايش ازاي في بيئته مع امه ومع اخواته او البيئه اللي عايش فيها، وهتلاقيه باختيارك انت على حسب المواصفات الفنيه اللي هتشرحها للمدرب، يقول لك الكلب ده هو ده كلبك. تحياتي ليكم، كابتن عبد الكريم.